قناة تسمى الهداف، والصحفي نتاعها رايح يقدم تقرير على راهو في المغرب ويتحدث. شوف كيفاش يبدا يوصي في الناس اللي وراه، يقول لهم واش يقولوا لما يبدا يقدم البرنامج نتاعو. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من امام مقر اقامه المنتخب الوطني. ساعات قليله تفصلنا عن المباراه الهامه امام منتخب. منين جيتوا تشجعوا المنتخب الوطني؟ من سطيف مدينه عين الماء. التيكيات اللي هنا راهم في الستاد راهم ما كانش ديسپونيبل، سواء في البلاتفورم ولا توا الستاد ولا في توا اللوتيل، راه ما كانش لي تيكي، ما كانش حتى حاجه تيكي ديسپونيبل. لكن الاتحاد الجزائري وصاه واش يقول، فمباشره جيت من السطيف، تيكيات هاو ما كانش، هذا ما كان، كلش مفبرك، كلش مزور. السلام عليكم، صباح النور. خوتنا خواتاتنا، اليوم فيديو مش على السلعة ولا السكيرات، اليوم فيديو على مدينة بريكة 2025. هذه بريكة 2025 أكرمكم الله. شوفوا الوضع كيف رانا، هذه رانا قدام السكيرات، أنا قدام السكيرات. شوف الوضع كي تصب النو، هذا مش ما تعنى، وكان ما تعنى معليش، هذا راهو زيقو أكرمكم الله. شوف هنا هذه كون شفتها في فيلم هندي تقول باللي ما راهم يبالغوا. اسمع هذه من قناتهم. في الجزائر، ولكن الأغرب هم المسؤولين. فبعد يوم فقط على نشر قناة النهار لفضيحة العمود الكهربائي الذي يتوسط الطريق السريع الذي يربط مدينة بوينان ولاية البليدة بالطريق السيار شرق غرب على مستوى محول باب علي، سرعت السلطات المعنية إلى المكان لنزعه، وأما المسؤولين كل واحد فيهم يملي المسؤولية على الآخر. عمود كهربائي في وسط الطريق، ولذلك الإعلام في الجزائر ما كاش إعلام. هذه القنوات في الجزائر بالمناسبة احنا تحدثنا على جهاز المخابرات وجهاز القضاء، قلنا يجب حلهم. قبل جهاز المخابرات وجهاز القضاء يجب حل كل حاجة اسمها إعلام في الجزائر. مش إعلام، لا صحافة لا قنوات لا إذاعات، كلها بروباغندا، وبروباغندا رخيصة وسيئة وتصفية حسابات، أو باش وضعوهم على القنوات وعلى الجرائد وعلى الإذاعات، وساهموا في مزيد من العفن الذي يسود البلاد، وعمقوا سوء الأخلاق وبشاعة الحديث. هذا راه سبب من أكبر أسبابها جهة لا تقوم بعملها اللي هي المساجد والمدارس، وجهة تقوم بعمل قذر اللي هي القنوات والصحافة، والشعب الجزائري يسموهم صحافة الزيق، وعزكم الله.